اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل احلى وصفة دجاج كنتاكي، انما ايه خطيرة. جبت الكيلو ونص دبابيس، عملوا 8 قطع. مسكتهم كده من امبارح بالليل، مسكتهم غسلتهم ونضفتهم وشلت منهم الجلد، ونقعتهم في مية وخل وسكر وملح، وسبتهم ليلة كاملة في التلاجة. وبعد كده جبت مصفى وصفيتهم، وبعد كده رحت نازلة في طبق تاني، عملت فيه الخلطة اللي انتوا شايفينها دلوقتي. ربع معلقة بيكنج باودر او نص معلقة، يعني حسب الكمية. وحطيت معاهم بابريكا وبهارات فراخ وكاري وكركم وملح وفلفل اسود، ويعني ايه وبهارات الفراخ والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، اللي هي بصل باودر وتوم باودر، وكل البهارات الحلوة اللي عندك في البيت حطيها في التتبيلة دي. وسبتها كده منقوعة زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى بصوا حطيت بقى ايه حبة شطة، قلت علشان ايه تبقى ايه مشطشطة كده معايا اهي. وجبت طبق تاني وحطيت فيه نفس المكونات دي ونفس الخليط بس من غير مية. ونسيت اقول لكم ان انا حطيت نشا هنا وهنا. هنا بقى جبت حلة معايا كده متوسطة شوية، وفتحت ازازة زيت. ايوه فتحت ازازة زيت. انا عارفة ان الزيت غالي، بس ماشي ما علينا، ما احنا الزيت ده مش هنرميه، هنعمله برضو للبانيه. كده يعني هيبقى بانيه بس مش حاجة تانية. يعني كل ما عاوزة اقلي بانيه هستعمله. المهم جبت بقى الدقيق معايا اللي هو الجاف ده، والتاني هو اللي في التتبيلة اهو. هجيب كده الدبوس معايا واعمله كده في الدقيق، واحاول ان انا بايدي كده اعمله، يعني ياخد كل كمية الدقيق والبهارات وابدره بيه. تعالوا بقى نشوف الحلة دي فيها ايه. نزلت كده ببصلاية حلوة كده متوسطة، شوحتها كده في معلقة زيت على معلقة سمنة زي ما انتوا شايفين، وحطيت البهار بتاعي كاري وكركم وبهارات فراخ وسبع بهارات. عايزة تحطي اي بهار تاني انت عايزاه، طبعا دي حرية الاختيار زي ما انت عايزة. ونزلت بكام جزرايه كده مبشورة، يعني اتنين صغيرين كده، برضه عشان يدي تيست وشكل كمان في الاكل حلو. وكان عندي رز منقوع ومغسول، مغسول ومنقوع، وكمان صفيته ونزلت بيه هنا على الرز على الحلة دي، وعملته ووطيت عليه وركنته على جنب. تعالوا بقى نشوف هنا الزيت بتاعي بختبره. حطيت كده رشة دقيق علشان اشوفه ان هو سخن معي ولا لا، ونزلت بالدبابيس كده في الحلة اللي حطيت فيها ازازة الزيت زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله الدبابيس كبيرة، يعني الحلة خدت 3 دبابيس بس، انتوا واخدين بالكم؟ فكانت الدبابيس كبيرة معايا شوية. وتعالوا بقى نشوف الجمال والحلاوة دي. وهنا بقى أحلى لحظة في الدنيا، عايزة أقول لكم إن العيال كانت واقفة جنبي، مش قادرة أقول لكم هيتجننوا قد إيه. كله جعان بقى والريحة كانت قلب الدنيا. لا تقولي لي بقى بازوكا ولا مش عارفة مين ولا ايه، ده الحاجة في البيت بنظافة وبجمال كده، مفيش بعد كده. بصوا بقى وانزلها في المايونيز والكاتشب بقى، يا عيني بصوا كانت بتقع من ايدي، شايفين دايبة ازاي؟ والرز بقى اللي انا عملته معاكم الخطير ده، وشوية سلطة كده، لا لا مش قادرة اقول لكم على الطعم. بصوا الطبق، بذمتكم انتوا مش لما بتروحوا مطعم بيقدم لكم الاكل بالشكل ده؟ ده كمان احنا هنا عاملين بنظافة وجمال وشياكة. يعني جزر كده شرايح، على جزراية مبشورة، على شوية طماطم حبشتكنات كده. لا 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 الطعم رايح في حتة تانية. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم ايه، وانا عارفة ومتأكدة ان عيالكم هيتجننوا عليها. ده بقى الطبق هنا اللي انا طلعته كله لسه سخن مولع، لدرجة ان انا مش قادرة امسكه، وكريسبي يا جماعة كريسبي. بس الاكلة كانت تحفة وجميلة. اتمنى ان هي تكون نالت اعجابكم، وتكونوا اتبسطتوا بيها، وهي سهلة وبسيطة جدا، اي حد يقدر يعملها في البيت بمنتهى السهولة. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم ويكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.